أهلا وسهلا بيكم أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة يوم الخلاص. النهاردة معادنا مع فيديو جديد. سيقف التاريخ طويلا شاهدا على تعصب دولة للطفل شنودة. لا نعلم من أين كل هذا الجبروت، ولماذا كل هذه القسوة تجاه طفل صغير صدم في حياته منذ نعومة أظافره من تجردت من كل معاني الرحمة، وتركت جزء من قلبها في حمام لإحدى الكنائس، والأخرى بسبب الطمع والميراث جلبت للطفل الأوجاع. وبين دولة وقفت تشاهد عن كسب وتتلاعب بالألفاظ، ووزارة هي بالأساس غير مهتمة بمن لديها من مشردين ولقطاء ومجهول النسب، فهناك تحت الكباري وعلى الأرصفة وداخل محطات القطارات القديمة هناك مئات من أطفال الشوارع أكلهم الفقر والقهر والتسول. فإلى متى سنصمت أمام هذه الوزارة العتيقة؟ أحبائي الأعزاء، سنسرد عليكم تفصيلا قانون التبني في المسيحية، مسموح به للرحمة وحفظ كرامة الإنسان الذي هو نتاج بني البشر. فالرحمة يا سادة لا تتجزأ، والرحمة صفة من صفات الله. أتمنى من أعماق قلبي الصغير لكل طفل يتيم يعيش على أرض مصر أن تكون له حياة أسرية، والدولة المصرية بصدد تشريع قوانين لذلك، ولكن مع كامل احترامي للجميع، في ظل هذه القوانين الجديدة يظل ملتصق بالطفل مدى الحياة أخطاء والديه البيولوجيين. ولكن في المسيحية الوضع يختلف تماما شكلا وموضوعا وتفصيلا. فالإنجيل تعلمنا منه روح الآية والقصة، وكذلك روح المعجزة والهدف من ذكرها. والتبني في المسيحية أقره الآب والابن، ولم يذكر لنا الكتاب المقدس اعتراض الروح القدس على قرار الآب والابن، مما يؤكد أن الكتاب المقدس كله إرشاد بالروح القدس. فالآب أرسل ملاكه للقديس يوسف النجار حامي سر التجسد لكي يتبنى الطفل يسوع أمام الشعب اليهودي، ولا يتخلى عن القديسة العذراء مريم، بل وأكد هذا التبني بعد الميلاد من خلال طلب الهروب إلى أرض مصر، ثم تلاه طلب العودة إلى أورشليم. لقد حمله الآب المسؤولية الأسرية كاملة، وقد قبلها القديس يوسف بطاعة كاملة غير مشروطة. أما الابن فقد أكد هذا التبني على الصليب عندما قال لأمه ولتلميذ يوحنا الحبيب: فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هوذا ابنك. ثم قال التلميذ: هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خاصته. ده إنجيل يوحنا إصحاح 19. إنه تبني مكتمل الأركان في كل الحالات وفي كل شيء: أبوة وأمومة وبنوة ورعاية ومسؤولية. وهذا ما تشمله كل أسرة، أن السيد المسيح عندما قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله، أراد هنا أن يساوي بين جميع الأطفال، ولم يحدد نوع معين من الأطفال. وهذا هو المعنى الروحي للآية. إذن التبني مصرح به من الآب والابن في أكثر من موضوع بالكتاب المقدس، لكي لا يشعر الأطفال بالحرمان من الأمومة والرعاية الأسرية، ولكي لا يعطى فرصة للتمييز بين طفل والآخر. الدستور المصري يعطي للأقباط حق تطبيق شرائعهم عليهم لأنهم مصريين وليسوا ضيوف على أرض مصر. أتمنى أن يجد كل طفل يتيم على أرض مصر حنونة قلبها مليء بالحب الناري مثل قلب السيدة أمال ميخائيل، الطفل الملاك شنودة،
لضمان مستقبل أفضل للطفل من كل النواحي. فالحياة الأسرية لا يوجد شيء يعوضها، وتظل عالقة في ذهن الطفل، وتحدد الخطوط الرئيسية الهامة في تكوينه النفسي والمعنوي كشخص سوي في المجتمع. الأمومة لغة حب طاهر بلا مقابل، ولغة أرواح نقية تتعاشق وترتبط برباط سماوي. وفي الأمومة نظرات الأمل والبهجة والثقة والحنان، وهذا من المستحيل أن توفره موظفة بأجر في دار رعاية، مع كامل احترامنا للجميع، ولكنها الحقيقة المطلقة التي عشناها ونقرأها كل يوم بين سطور الكلمات في كل المقالات الأسرية. اليوم أطالب الدولة المصرية التي تسعى لخلق أجيال صالحة بتطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري، وأطالب جميع الكنائس المسيحية في مصر وكبار أراخنتها من رجال القانون بتقنين كلام الكتاب المقدس بخصوص الأطفال اليتامى، وتقديم مسودة قانون للدولة حتى يتم استقبال الأطفال في أسر مسيحية ليكون لهم أب وأم، ولا يشعرون بأنهم مختلفين عن الآخرين. تمنياتي القلبية لكل أطفال مصر بمستقبل مستقر وباهر وسوي، لأن مستقبلهم هذا هو مستقبل مصر كلها. نرجع تاني لقصة شنودة. كشف المستشار نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة أن الأسرة تمكنت من تغيير اسمه في شهادة الميلاد إلى يوسف بعد قرار النيابة العامة بتسليم الطفل مؤقتا إلى السيدة آمال إبراهيم وزوجها فاروق فوزي. وقال جبرائيل في تصريحات للشروق إن أسباب صدور شهادة ميلاد الطفل شنودة باسم يوسف هي تنفيذا لقرار النيابة العامة بتغيير اسم الطفل إلى اسم رباعي مسيحي، ولم ينص القرار على تسمية الطفل باسم شنودة. وأضاف أن الجزء الثاني من قرار النيابة ينص على استكمال السيدة آمال إجراءات الكفالة، وحتى تستكمل إجراءات الكفالة لا بد من اختيار اسم للطفل لتنفيذ قرار النيابة، ولا يجوز إلحاق اسم الطفل باسم أمه وأبيه إلا بعد الانتهاء من إجراءات الكفالة. وأوضح أن إجراءات الكفالة تتمثل في إحضار عقد شقة أو ما يفيد تملكها أو استئجار محل سكن، صحيفة حالة جنائية، كشف سلامة صحة ونفسية، دورة 3 أيام تدريبية للأسرة البديلة، كشف خال من فيروس سي. وذكر أنه في حال إتمام هذه الإجراءات وتقديم قرار الكفالة إلى مصلحة الأحوال المدنية يحق للزوج والزوجة نسب الطفل إلى اسمهما الأول وتغيير اسمه مرة تانية إلى شنودة، مضيفا إلى أن هذه الإجراءات ستستغرق أيام وربما أسابيع. وقال إن واقع التزوير أول شهادة ميلاد للطفل شنودة تم حفظها بشكل نهائي، مضيفا أن القانون أعطى للأم البديلة أن تودع باسمه نقودا في البنك أو توصى له بأي شيء، وكذلك السفر شرط إذن من اللجنة العليا للأسرة البديلة، واختار السفارة المصرية في أي بلد ستسافر له. ووفقا للشروط الكفالة في مصر يحق للأسرة البديلة الكافلة أن تغير اسم الطفل وتلحقه إلى الاسم الأول للأم والأب، ويجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ذكرا كان أو أنثى الاسم الذاتي للأب البديل الكافل، ويحل محل الاسم الأول الوارد في شهادة ميلاده المميكنة، أو لقب عائلة الأسرة البديلة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني. وطبقا للشروط يجوز أن يحمل الطفل كريم النسب ذكرا كان أو أنثى الاسم الذاتي للأم البديلة الكافلة بدلا من الاسم الأول للأم الوارد في شهادة ميلاده
المميكنة، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني. وقال أيضا المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة حقوق الإنسان ومحامي أسرة الطفل شنودة إنه تم استخراج شهادة ميلاد باسم يوسف سمير زكريا بدلا من شنودة فاروق. وقال نجيب جبرائيل في تصريحات للقاهرة 24: تم إرسال الشهادة من الجهات المعنية باسم الطفل يوسف سمير زكريا، ووالدته تدعى سامية، وهو مسيحي الديانة، والكل كان ينتظر أن شهادة الميلاد يتم استخراجها باسم شنودة وليس يوسف سمير. وأضاف جبرائيل قرار النيابة بتسليم الطفل لأسرته بالتبني له شقين: الأول هو تسليم الصغير إلى أمه لتكفله، والثاني أن تقوم باتخاذ إجراءات الكفالة. وتابع: حينما ظهر تسمية الطفل باسم يوسف سمير كان طبقا لأن الطفل عُثر عليه مسيحيا، وتنفيذا لقرار النيابة هو تغيير اسمه مسيحي، ولكن القرار لم يقل أن اسمه شنودة. ولكن تسمية الطفل باسم شنودة فاروق حينما تنتهي السيدة آمال والدة الطفل بالتبني من إتمام كافة إجراءات الكفالة، ومنها وجود سكن وفيش وتشبيه وشهادة خلو من الأمراض وشهادة الدورة التدريبية الأسرية وشهادة الخلو من المخدرات، وكل هذه الإجراءات إلى هذه اللحظة لم تتم، وبالتالي لا يوجد عقد يسمى عقد الأسر الكفيلة قدمته السيدة آمال. وأكد أن القانون وتحديدا في المادة 92 نصت على أن ينسب الطفل إلى من عُثر عليه، ولكن تسمية شنودة بالاسم الأول والثاني بعد أن تتم السيدة آمال إجراءات الكفالة، مضيفا أنه عقب الانتهاء من إجراءات الكفالة سيتم اختيار الاسم الأول والثاني للطفل وهو شنودة فاروق ووالدته السيدة آمال. وحصل القاهرة 24 على شهادة ميلاد جديدة للطفل شنودة باسم يوسف سمير زكريا مسيح الديانة، وذلك حتى تستكمل السيدة آمال والدة الطفل شنودة بالتبني إجراءات كفالة الطفل واستخراج شهادة ميلاد جديدة له باسم شنودة فاروق. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتنا الجديدة.